لعيب مشهور جدا اسمه ميسي، بيحاول ياخد كاس العالم يا عيني من وهو في اللفه. خده وهو عنده حاجه و30 سنه، ودي كانت حاجه مش متوقعه، اصعب من ناس كتيره جدا، لان ده حد اوفر اتشيفر، كل الناس بصاله وكل الناس مركزه معاه وميديا واتنشن. لو بصيت على ميسي هتلاقي عيلته بيتصور معاها كتير جدا ومركز مع عيلته. عنده الحاجات اللي كانت بتديله طاقات سلبيه بدأ يبعد عنها ويخرجها من حياته، زي ان هو ساب النادي اللي اتربى فيه، بس النادي ده اصبح كومفورت زون وبقى يديله طاقه سلبيه. كل الناس معرضه للاكتئاب، انا وانت وكل الناس، واي حد من اشطر حد لافشل حد، من اكبر حد لاصغر حد، كلنا معرضين للاكتئاب. ايلون ماسك معرض للاكتئاب، ميسي معرض للاكتئاب، رونالدو معرض للاكتئاب، جيمس هيتفيلد معرض للاكتئاب، ليوناردو دي كابريو معرض للاكتئاب، كل الناس، محمد صلاح معرض للاكتئاب، محمود الخطيب معرض للاكتئاب، شيكابالا معرض للاكتئاب. كل الناس، كلنا بلا استثناء معرضين للاكتئاب. عشان تخرج من الاكتئاب، النجاحات الصغيرة كافئ نفسك بيها واتبسط بيها واستمتع بيها. الناس الحلوة اللي بتديك الطاقة الإيجابية ركز معاها واقعد معاها. ابعد عن أي مصدر من مصادر الطاقة السلبية أيا كانت المصادر دي. خد أجازة من الشغل، ما تروحش الجامعة، ما تروحش المدرسة، ابعد عن صحابك، ابعد عن التلفزيون، ابعد عن السوشيال ميديا. ركز على نفسك، اتمرن،